بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مباراة تحزن، مباراة تتزعل، مباراة تقهر، ومن حق جمهور الزمالك يزعل ومن حق جمهور الزمالك يتقهر. ولكن يعني انا بس هتكلم على حسام عبد المجيد. ايه يا ابني الاستهتار اللي انت فيه ده؟ ايه ما عندكش يعني حاجة اسمها عقل؟ يعني كرة اصلا ميتة ونازلة من فوق وانت تروح بالشكل ده. هي ضربة جزاء. انا من وجهة نظري ضربة جزاء، لان في ركبة ثم بعد كده جت في ايدك. يعني ما تتحسبش بالركبة، تتحسب بالايد. فانت انا مش عارف ايه الاستهتار ده. حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة، حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة. وبعدين انا بقول لمسؤولين النادي الاهلي، انتوا شايفين فيه ايه؟ عايزينه ما تاخدوه يا عم، حلال عليكم. ما انتوا خدتوا الاحسن منه وما نفعش عندكم، خدوه يا عم. وعلى مجلس الاداره سيبوه يا عم. والله العظيم ال3 مليون كتير عليه، ال3 مليون كتير عليه. ده لا هيحترف ولا بتاع، وعمال بس ايه يلعب بكارت الاهلي. لا يا عم، سيبوه للنادي الاهلي، حلال على النادي الاهلي. ده لو انت خسرت الدوري هيبقى هو السبب. ماتش انبي اللي هو في الدور الاولاني، ماتش الاهلي والزمالك 3-0، وهو كان بطل الماتش، ضيع ضربة جزاء وهو السبب في الجونين الاولانيين. وادي ماتش النهارده، ادي يعني بطولتين لو ضاعوا هو السبب. هو السبب. هتقول لي شيكوبانزا ضيع واحده ومش عارف مين، يضيعوا ماشي، انما انا ما هدفش في فرقتي، ما تسببش في ضربه جزاء ملهاش الهوا، وتسببوا في ضربه الجزاء دي. بقول لك حرمنا من هدف مارادوني لبزيرة. بزيرة اللي نزل خد فاول، كان المفروض الحكم يطرد فيه الراجل اللي هو اداله فيها انذار. خلي بالكوا، يعني الراجل ده اصلا الريحه بتاعته مش حلوه. الحكم ده السنه اللي فاتت والسنه دي طلع، السنه اللي فاتت فرق وطلع السنه دي فرق، بالذات لما بيكون بيحكم على ارض الخصم. فحكم ريحته وحشه بصراحه يعني. على العموم ان شاء الله التعويض باذن الله هنا، وما تزعلوش يا جمهور الزمالك، وبرضه نفس الوقفه نفس الاصرار. ان شاء الله اللعيبه هنا رجاله، ان شاء الله هنكسب باذن الله يا رب، والبطوله زملكاويه باذن الله. دي رقم 1. رقم 2 يا كابتن معتمد، الكويس يلعب، الكويس يلعب. احنا مش هنتكلم فنيات. الماتش اللي جاي بقى ربنا يوفقك. قلت لك اعدل، اعدل عشان ربنا يكرم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مباراة تحزن، مباراة تتزعل، مباراة تقهر، ومن حق جمهور الزمالك يزعل ومن حق جمهور الزمالك يتقهر. ولكن يعني انا بس هتكلم على حسام عبد المجيد. ايه يا ابني الاستهتار اللي انت فيه ده؟ ايه ما عندكش يعني حاجة اسمها عقل؟ يعني كرة اصلا ميتة ونازلة من فوق وانت تروح بالشكل ده. هي ضربة جزاء. انا من وجهة نظري ضربة جزاء، لان في ركبة ثم بعد كده جت في ايدك. يعني ما تتحسبش بالركبة، تتحسب بالايد. فانت انا مش عارف ايه الاستهتار ده. حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة، حرمتنا من هدف عالمي لبزيرة. وبعدين انا بقول لمسؤولين النادي الاهلي، انتوا شايفين فيه ايه؟ عايزينه ما تاخدوه يا عم، حلال عليكم. ما انتوا خدتوا الاحسن منه وما نفعش عندكم، خدوه يا عم. وعلى مجلس الاداره سيبوه يا عم. والله العظيم ال3 مليون كتير عليه، ال3 مليون كتير عليه. ده لا هيحترف ولا بتاع، وعمال بس ايه يلعب بكارت الاهلي. لا يا عم، سيبوه للنادي الاهلي، حلال على النادي الاهلي. ده لو انت خسرت الدوري هيبقى هو السبب. ماتش انبي اللي هو في الدور الاولاني، ماتش الاهلي والزمالك 3-0، وهو كان بطل الماتش، ضيع ضربة جزاء وهو السبب في الجونين الاولانيين. وادي ماتش النهارده، ادي يعني بطولتين لو ضاعوا هو السبب. هو السبب. هتقول لي شيكوبانزا ضيع واحده ومش عارف مين، يضيعوا ماشي، انما انا ما هدفش في فرقتي، ما تسببش في ضربة جزاء ملهاش الهوا، وتسببوا في ضربة الجزاء دي. بقول لك حرمنا من هدف مارادوني لبزيرة. بزيرة اللي نزل خد فاول، كان المفروض الحكم يطرد فيه الراجل اللي هو اداله فيها انذار.
خلي بالكوا يعني الراجل ده اصلا الريحه بتاعته مش حلوه. الحكم ده السنه اللي فاتت والسنه دي طلع، السنه اللي فاتت فرق وطلع السنه دي فرق، بالذات لما بيكون بيحكم على ارض الخصم، فحكم ريحته وحشه بصراحه يعني. على العموم ان شاء الله التعويض باذن الله هنا، وما تزعلوش يا جمهور الزمالك، وبرضه نفس الوقفه نفس الاصرار ان شاء الله. اللعيبه هنا رجاله ان شاء الله هنكسب باذن الله يا رب، والبطوله زملكاويه باذن الله. دي رقم واحد. رقم اتنين يا كابتن معتمد، الكويس يلعب، الكويس يلعب. احنا مش هنتكلم فنيات، الماتش اللي جاي بقى ربنا يوفقك. قلت لك اعدل، اعدل عشان ربنا يكرم بس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لجماهير نادي الزمالك، مبروك للناس اللي ماتت النهاردة من جماهير الزمالك، سواء امام الشاشات او الناس اللي حضرت المباراة في الملعب. بقول لنادي الزمالك النهاردة انت قربت خطوة كبيرة جدا في حالة لو انت كسبت او تعادلت الماتش اللي جاي. يعني هو دلوقتي بيراميدز لو كسب هيبقى 54، وانت لو تعادلت مبروك عليك الدوري مع سيراميكا، واللي خرج من المعادلة النادي الاهلي. يبقى في حد هياخد دوري اللي هو نادي الزمالك، وبيراميدز هيحافظ على الشراكه في دوري الابطال. فجمهور الزمالك النهارده، الجمهور العظيم النهارده اللي مات النهارده، اللي قاعد يشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه، حاجه ما شاء الله. فربنا اداهم، لان يعني ما ينفعش الجمهور ده كله يرجع زعلان تاني. فربنا كرم النهارده بالفوز. مش هتكلم كتير قوي في حته النهارده تشكيل غلط مش تشكيل غلط، برضو الله يكون في عونك يا معتمد. تحديدا لما احنا عرفنا، احنا كنا مفكرين ان بزيرة قاعد هو مقعده، انما اتضح ان هو عنده شد وحس بشد، بيقولوا امبارح في التمرين الاخير ولا اول امبارح. فالنهارده كان مقعده احتياطي ان هو لما يحتاجه ينزله، وفعلا لما احتاجه نزله. الراجل نزل عمل له اسيست، جاب منه الجون اللي هو بتاع داي الدباغ، خد بيه 3 بونت. ويكفي ان بزيرة النهارده رد على كل المشككين، كل المشككين بقى، يعني كل المشككين اللي عمالين يقول لك ايه هو فين في الماتشات التقيله. هو ده مش ماتش تقيل؟ هو ده مش ماتش دوري؟ ماتش بيراميدز ما كانش ماتش دوري؟ ماتش اللي وصلك الكونفدراليه الهدف بتاعه ما كانش ماتش تقيل؟ ايه يعني في ماتش الاهلي؟ ما ان فرقه الزمالك كلها في ماتش الاهلي ما جاتش. فرقه الزمالك لو جت في ماتش الاهلي ما كانش الاهلي اتعادل حتى، ولولا الاخطاء اللي هي حصلت من حسام عبد المجيد. خلاص اللي فات مات وخلاص. بس ده لعيب من طراز فريد. هو انا قلت في فيديو من الفيديوهات ومره على الهوا، قلت ان بزيرة ده هو السبب الرئيسي بعد ربنا وجمهور الزمالك ان الزمالك يفضل ماشي في المنافسه على الدوري ويوصلك لدوري لنهائي الكونفدراليه. قلت بزيرة ده. ناس طلعت بتشكك، وناس ليها لجان بتعرف تفطس. ومن الماتش اللي فات، يعني انت من ماتش اللي هو كان بتاع بيراميدز، الاستوديوهات كلها كان فيها حزن، تحس كده ان في حد مات. وكان لسه الفنان الكبير الله يرحمه هاني شاكر ما كانش لسه مات عشان نقول ان هو كان مات، فهم زعلانين عليه. كل الاستوديوهات كانت زعلانه بعد ماتش بزيرة، بعد ماتش بيراميدز، ورموا الفوطه وخلاص. والجماهير بدات تشتم، وجماهير تقول لك خلاص ده لعيبه مش عارف ايه، ومجلس اداره ما اعرفش ايه. لما كسب ماتش اللي هو الزمالك قال لك رجع الاهلي وجاي من بعيد فين؟ يعني جاي من بعيد ماتش عادي. وبعدين احنا قلنا ماتشات الاهلي والزمالك 50-50، مش شرط تكون كويس قبليها وتكسب. الفرقه دايما اللي بتبقى وحشه هي اللي بتكسب. انت شايل 3 من بيراميدز، طبيعي لازم تنزل تكسب. ولولا الغلطات بتاعت حسام انت ما كنتش هتكسب. فاحمد ربنا ان انت اقل حاجه رديت اعتبارك شويه قدام جماهيرك ان انت كسبت نادي الزمالك اللي هو متصدر. انما محدش هيشفع لك، لانك انت اصلا صارف المليارات دي عشان تاخد اولا كنت ايه، تحقق مركز محترم في كاس العالم للانديه. رحت وخدت الرابع، اخر فرقه في المجموعه. واللجان ضحكت عليك وقالت لك ايه، خلي بالك اصل احنا احسن رابع، عشان يضحكوا على البهاليل والناس اللي هي اصلا. وكله صدق ان هم احسن رابع خدوه. بعد كده طلعت من دوري ابطال افريقيا
وعادي. بعد كده طلعت من كاس مصر. هو طبعا كاس مصر والرابطه كان قبل دوري ابطال افريقيا. فانت طالع موسم صفر السنه دي.